حد من اصحابي في اندونيسيا كلمني وقال لي ان في حد من قرايبه نازل على القاهره وهيبعت لي معاه شويه فواكه من الجنينه بتاعته، العيديه بتاعتي. البوكس ده فيه فاكهه لسه مقطوفه فريش. بص انا عايز اوريك كده حاجه. انتوك توان فيجو يانج تيرهورمات، ماشي؟ وتحت مكتوب اولي، الشخص اللي بعت لي البتاع. امزع بقى كده. انا في الانبوكسنج ما عنديش يا مرحمين. ونقوم مقلعينه هدومه عشان ده هينفع بعدين. هو ليه ما بيفتحش؟ ليه ما بيفتحش؟ شد كده. اشد ايه؟ ما بيفتحش. بتاع ده بايظ ولا ايه؟ مقفول مقفول مقفول. ايه ده؟ هو فاضي؟ انا عايز تبقوا معايا لقطه بلقطه. فاضي. متحمس انا للبتاع ده. تعال شمي. مش شم حاجه. البتاع كلها ورق. فين الحاجه اللي جواه؟ يا قولي فين البتاع اللي جوه؟ استنى. بسم الله. طب احنا محتاجين طبق، وادي الطبق. احنا بقى ايه نعمل كده؟ كده كله باين؟ اطلع كله ولا واحده واحده ونفتح كل واحده لوحدها؟ اطلع كله. طيب جاهز؟ انا جاهز. يلا بسم الله. جاهزه للمفاجاه؟ دراجون فروت اسفاريكا. شايف انت الحلاوه عامله ازاي؟ واخد بالك انت ولا مش معايا؟ كيوي، بس الكيوي ده منفوخ قوي. واخد بالك انت من الكيوي؟ بسم الله. يخس. ده البتاع شكلها كده فيها حاجات ضربت يا سمر. طب خلي اللي ضرب على جنب. لا هطلع كل حاجه. دي غالبا سابوتا. شايف انت شكلها عامل ازاي؟ شكلها كده ايه اتنتشت من هنا. تحطهاش في الطبق ده. لا لا في الطبق، كله في الطبق، كله على عينك يا تاجر. سابوتا بيضه تاني اهي. كيوي تاني. هي البتاع دي كلها كيوي وسابوتا ولا ايه؟ ايه الورق ده كله؟ انا ليه افضل متعذب في الورق ده كله؟ ده في بقى كذا حاجه. استنى بقى. كريز. في شويه كريز جوه. استنوا بقى. ايه الورق ده؟ طلع الورق. يا بنتي اصبري. لا انت تصبر معايا، ده انا بعيد انا وانت. في كريز تاني اهو. عشان لقيت حاجه تانية بس مش عايز اقول لك عليه غير اما انجلها، عشان اكيد مش باعت لي غير واحده بس. استنى. كريز. ايه كميه الكريز دي؟ كفايه ورق بقى. كريز اهو. كل ده كريز. طب اطلع الورق ده خليه جنبي طيب بيفك علينا الدنيا شويه. والنبي يا سمر اتاكدي. استنى. تعال. لونجان. دي شويه لونجان اهو. انا عايز اوري لك المنظر، منظر مبهج جدا. لونجان اهو. شايف اللونجان عامل ازاي؟ واخد بالك انت من الرصه اللي انا برصها لك دي؟ ورق تاني. ايه كميه الورق دي؟ لونجان تاني وكريز تاني وكريز تاني. لا انت تقعد وتطول بالك معاه الله يبارك لك. وسابوته بيضه تاني. ما عندهم السابوته ببلاش ولا ايه؟ جاهز للي بعده؟ يلا بسم الله. دراجون فروت احمر. خلصنا؟ طبعا لا. ده مانجوستين. مانجوستين. بص فريش الفريش. في ورق تاني. ايه ده؟ مين ده؟ ده ايه ده؟ دي بطيخه غير مكتمله النمو. بص بطيخ شكله عامل ازاي؟ بطيخه بص يعني هي انا ايدي واخده ببطيخه. واخد بالك انت؟ ما شافوش البطيخه اللي عندنا. عيني على امها. البطيخه قد فريده. انا هحط لك كل حاجه في الطبق. استنى استني. فكرك ان انا هخلص؟ انا مبيت معاكم هنا في الفيديو ده. الراجل ده كريم قوي يا بابا. بص بقى يا سيدي. من احلى الرامبوتان اللي شفته. بص الرامبوتان شكله عامل ازاي؟ بيتكلم. خلصنا؟ اكيد. لا لسه. باشون فروت. يا عيني على الدلع. خلصنا؟ ده كمثرى بس شكلها غريب جدا. ملهاش اي ريحه. خلصنا؟ جرانديلا. خلصنا؟ خلصنا. كده اهو ورق والبوكس فضي. كده خلاص مش محتاجين البوكس ده تاني. تعالى لي بقى ايه في هذا المنظر اللي يفتح النفس.
شوفوا انا عملت فيديوهات فاكهه كتير وقليل، بس عمري ما جبت في فيديو كميه الفواكه اللي موجوده دي. فبصراحه هو ده اللي اتقال عليه فن اختيار الهدايا. يا الله على الجمال وعلى الحلاوه. هنفتح واحده واحده كده، بس انا عايزك الاول تسمي بالله كده وتصلي على النبي وتتفرج على المنظر الجميل قوي 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 ده. كالعاده نبدا بايه؟ بالدراجون. هنبدا بقى بالسابوته علشان خاطر ايه؟ مهريه خالص اهي. بسم الله. انا اول مره على فكره اعمل ريفيو عن السابوته. ريحتها عامله زي المكسرات المحمصه. السابوته واحده من عيله القشطه وريحتها مكسرات محمصه قوي. بس تعالى ايه نفتح. ده بص زي السكينه في الحلاوه، بس في حاجه بتصد جوه. عايزك بقى تركز معايا في شكل السابوته من جوه. شايف شكلها عامل ازاي؟ ايه ده؟ هي دي بذره؟ كل دي بذره؟ بذره. امم امم طعمها حلو والله صحيح. خليها لك يا بس يا ايه؟ ده ما فيهاش لحمه خالص. كل دي بذره كبيره جدا، واللحم اللي فيها اصلا قليل خالص. الطعم الاقرب للسابوته البيضه، طعم كريمي كانك جايب شويه لوز وحمصتهم وعملتهم كده في كريمه واديتهم شويه مثلا كريمه لباني، حاجه كده دسمه وطعمها مسكر وداخل معاها طعم اللوز المحمص بقوه جدا. ده يا سمر. طعمها ملوش علاقه بالقشطه خالص. يلا يا سمر وحيد الله كده واتكل على الله، احنا لسه في البدايه. احلى حاجه فيها ان سكرها قليل قوي، يعني سكرها هادي جدا ما يخليكش تتضايق منها. طعمها رايق. طعمها هادي خالص. لو انت جاي من حر قوي وحطيتها في بقك. بالظبط. لو انت فعلا جاي من جو حر ودي موجوده في الثلاجه فممكن ترتب عليك بقوه جدا. طبعا احنا مش هنقول فوائد اي حاجه من اللي هنجربها لان الحاجات الموجوده كتيره جدا، ولو قعدنا نقول فوائدها فاحنا مكملين الفيديو ده لغايه بكره. انا مش عايزك تزهق مني. اي حاجه عايز تعرف فوائدها من دول هتلاقيني اعمل لها فيديو قبل كده، ما عدا كام حاجه صغيرين هم دول اللي انا ممكن ابقى اعمل لهم فيديوهات منفصله اقول لك عليهم على الفوائد بتاعتهم. ابقى اكتب لي في الكومنتات عايز نعمل لك فيديوهات عن الفوائد ولا لا. المهم تعال نرجع نكمل. نفتح ايه تاني؟ المانجوستين. تعال بقى نفتح الجرانديلا. بص بقى دي عشقي. بص الجرانديلا اهي. تعال بص كده، عايزك كده تسمع الصوت. تسمع هنا، سامع؟ بص الجرانديلا ليها من بره قشره ناشفه، لكن بص تحس انت كده في ايه؟ في تطبيل. بص سامع؟ عمال لك بقى زي فيديوهات الاسيوي. بص يا عيني مفيش حاجه هتقع. شايف المنظر عامل ازاي؟ ده من ابداع ربنا سبحانه وتعالى. مخصمك ابعد عن انا مش طايقك. شفت انت خدت المعلقه من تحت ازاي؟ فريدك ما مش عايز تطلع في الكاميرا. بص الجرانديلا عامله زي الجيلي كلها ماسكه في بعضها، واخد بالك انت؟ بسم الله. سمر اقسم بالله العظيم دي احلى جرانديلا انا اكلتها في عمري. قسما بالله انا ما اكلت في الحلاوه دي. ايه ده؟ حلوه قوي. انا اكلت جرانديلا كتير ما اكلتش في حلاوه الجرانديلا دي. الحبايه دي معديه طبعا، في دي هتيجي زي القطر. تعالي بسرعه قبل ما تقع. فريده فكك من جو الشحاته ده واتكلي على الله، لما نخلص الفيديو هبقى اكلك. اديها القشره تلعب بيها. خد يا فريده كل القشره. الجرانديلا طعمها منعش مسكر خفيف، الطعم غالب فيه سنه ريحه البرتقال، في طعم من جواها كده عامل زي طعم المندرين بس جاي من بعيد قوي، لكن تحس ان هي كوكتيل فاكهه. دي مش باشون فروت، ودي مش ام الفواكه، ودي مش اي حاجه غير ان هي جرانديلا. ودي ما بتتزرعش في العريش، دي بتتزرع في امريكا الجنوبيه وفي البلاد الاستوائيه ومن ضمنها طبعا اندونيسيا اللي هي جايه منها. تمام؟ افتح ايه؟ البطيخ. طيب هنفتح بقى المانجوستين. من الحاجات اللطيفه اللي تعرفك ان المانجوستين طازه ولا لا انك تلاقي العنقود بتاعه اخضر، وطبعا لو في الحتت المشربه باحمر دي بيبقى باين جدا ان هو لسه فريش. تعال نفتح المانجوستين. انا بحبه قوي. نقطف العنقود ده كده. بسم الله. ادي المانجوستين من جوه. قشره المانجوستين من بره طبعا ما بتتاكلش وليها طعم سيء جدا. ده شكل القشره من جوه. بسم الله.
لسه عمال يقول امال الجنه بقى فيها ايه؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحلى حاجة إن هم سابوني ومشوا، أنا هاكل لوحدي. بسم الله. رهيبة. المانجوستين طعمها مسكر، فيها سنة مزازة بس خفيفة قوي، ومزازة يعني حموضة. الطعم الغالب فيها الطعم الكريمي مع الحتة المسكرة، مديها طعم كده فوق السحاب، حكاية. طيب بما إن هم سابوني لوحدي فأنا مش هسأل حد، أنا هجرب الكريز. بص الكريز شكله عامل إزاي؟ شكله حلو جدا جدا جدا، شبه الكريز اللي عندنا في مصر، بس ده مليان عنه شوية. بسم الله. المختلف في الكريز ده ان اللحم اللي فيه كتير قوي، يعني تحس ان انت كده بتمضغ شويه لحم عامل زي العنب. اللحم اللي فيه اكتر من الكريز اللي انا بشوفه هنا في مصر. طعمه مسكر، بس الكريز اللي في مصر هنا بيبقى مسكر اكتر منه، والكريز كمان اللبناني بيبقى مسكر كمان اكتر من كده. بس طعمه في الاخر حلو. حاجه مهمه جدا، الكريز اللبناني او المصري بيبقى فيهم سنه مزازه بتعادل كميه السكر الموجوده فيهم. هنا مسكر بس من غير مزازه، لكن السكر بتاعه مش بقوه اللي موجود في المصري او اللبناني. نضفنا الطبق خلاص، ها اخد ايه تاني؟ بالله عليك البطيخه. البطيخه؟ قلت لك بالله عليك. وحلفتني بالله. خلاص ما اقدرش بقى، خلاص تعالى ناخد البطيخه. شكلها سيس قوي، يعني شكلها صغير جدا، صعبان عليا اقطعها والله. عشان كده. بسم الله. جاهزه يا حاجه؟ بسم الله يا كوكو. صغيره خالص، جميله قوي، صغيره جدا. فريده ما تبقاش عامله زي الثعالب كده وتجيلي اول ما اجي افتح حاجه. ها بسم الله. سمار سمار وحش قوي. حافظ. لا دلوقتي حاجه. طعمها وحش قوي، قرعه ومسخه، طعمها رخم، قرعه. وايه كميه البذر دي؟ مسخه خالص. طعم بطيخ بس بطيخه قرعه. هي كشكلها شكلها حلو، يعني هي كشكل وكحجم كده حاجه في الرايق وحاجه لطيفه، لكن كطعم لا 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 لا، دي جلت تماما. السبوته كام على 10؟ السبوته بالنسبه لي كطعم رايق 7 أو 8 على 10. 8 على 10. كام على 10؟ 7. 7. الجرانديلا 10 على 10 و10 بلس كمان. 11 ايوه. جامده جدا الجرانديلا. المانجوستين 10 على 10 وبلس كمان. انت ما دقتيش مانجوستين، مش مهم خالص رايك في الموضوع ده. البطيخ بالنسبه لي 0. الكريز بالنسبه لي 6 على 10. ها نخش في ايه تاني؟ الدراجون باشا. الدراجون. الدراجون، الباشون. ناخد بقى الكيوي. الكيوي ده اكيد كيوي جولد بالحجم ده. بسم الله. ايه ده؟ يا سيدي ما شاء الله. ده الكيوي من جوه، شايف شكله عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله في خلقه. بسم الله. رائع. انا من الناس اللي بحب فكره البالانس جدا في الطعم، يعني سنه مزازه على سنه سكر بتخلي الموضوع يحلو كده ويبقى ليه يعني طعم تاني. خد يا حاجه، انت بتعملي ايه؟ ايه الجو ده يا سمر؟ كنت هدوقها لك والله من غير ما تعملي الحركه السيس دي. طعم الكيوي الجولد رامي شويه على اناناس، لكن طعمه فيه برضه سنه مزازه حلوه، وطعمه مسكر. السكر هنا اللي فيه برضه عالي، والمزازه قليله جدا، شبه الكيوي العادي، لكن هنا في طعم اناناس ضارب فيه جامد جدا. المزازه اللي فيه اقل من الكيوي العادي بكتير قوي، يمكن طعمه اقرب للكيوي الايطالي مش المصري. انا اقيمه ب7 على 10. لا لا 3. 3؟ رايكم مش مهم خالص. ايه ها نخش في ايه تاني؟ الرامبوتان. ها دراجون. الدراجون. ناخد بقى ايه؟ الباشون فروت. بستمتع بالموضوع ده جدا بصراحه. ادي الباشون فروت اهو. السكينه دي عايزه فخده يا ابني، مش فاكهه. فخدة ايه بس دلوقتي؟ انت مخك في اللحمه. بص كده شكل الباشون فروت عامل ازاي. بسم الله. ايه ده؟ في العادي الباشون فروت بيبقى فيه مزازه، ومزازه عاليه، انما هنا سكر، سكر بس. وبالمناسبه الباشون فروت هي ام الفواكه، بتتزرع عندنا في العريش وبتتزرع كمان في بلاد الشام كلها. مش عايزه تدوقي؟ بقول لك استنى.
ايه؟ خليها بعملها عصير. في العصير في السفن. ليه طموحاتك بتعلى؟ مش هي بتاعتي. ده هم لا، هي مش كلها بتاعتك، هي نصها بس. انا اقيم الباشون فروت دي 10 على 10، من احلى الباشون فروت اللي دقته في حياتي. هناخد ايه تاني؟ رمبوتان. ها الدراجون بقى. خلاص ناخد بقى الكمثرى. شايف انت الكمثرى شكلها عامل ازاي؟ حاجه كده يعني ايه، بص اللون المحمر ده جامد جدا. بسم الله. دي بقى احنا مش هنقطع بالسكينه. بسم الله. يا جماله. هي بس مشكلتها الوحيده معايا ان هي طريه، لكن مسكره قوي قوي قوي. طعمها في حاجه داخله مع الكمثرى. تعالى يا سمر دوقي. طعمها رهيب. حلو قوي. طعمها مسكر جدا جدا، اكتر من اي كمثرى انت ممكن تدوقها في حياتك. الكمثرى هنا طعمها حلو قوي، مسكر جدا 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 فوق خيالك، ممكن يخليك كمان تجزع وتحس ان داخل مع الطعم حته كده اناناس معليه، التيست بتاعها عالي قوي، مرمله طريه، شبه الكمثرى التلاجة اللي عندنا. في الاول وفي الاخر انا قيمها ب 10 على 10. 10 على 10 ملهاش حل. كام؟ 9 على 10. 9 على 10. كده انت اختلفتي كام؟ 10. 10 على 10. دي ما بتعرفش تدوق اصلا، دي بنتي ما بتعرفش تدوق اساسا. ناخد بقى الرامبوتان. بص بقى شكل الرامبوتان عامل ازاي. يا الله على الجمال. بص ادي كمان واحده تانية اهي. شايف شكلهم عامل ازاي؟ بص الالوان، الاخضر والاحمر، وحته الانفده اللي طالعه منهم دي جامده قوي. بسم الله. من غير سكاكين ولا بتاع. اهي اهي. بص من غير سكاكين، من غير اي حاجه، انهم عاملين ايه كده اهو. اهي. شايف ابداع ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه. الفكره دايما اللي بتيجي في دماغي، ازاي البني ادم اصلا جات له الفكره انه ياخد حاجه زي كده من على الشجره وياكلها. يعني ما يخافش مثلا تعضه، ما يخافش مثلا تكون سامه. حلوه جدا. مع العلم عندك فكره ان البذره بتاعت الرامبوتان سامه؟ يلا بسم الله. مهما جبنا من فاكهه، طول ما الموضوع لسه طازه وجاي مزروع في، يعني مش جاي من حد تاجر، فالموضوع بيفرق. انا مراتي بتحب الرامبوتان جدا وهتنبهر، وانا متاكد انها هتنبهر. تعالي دوقي. عالمي عالمي. انا بقول على الرامبوتان انه الاخ المتعلم بره بتاع العنب، لكن الوضع النهارده مختلف شويتين ثلاثه. ليه طعم مختلف خالص عن العنب. طعم فيه كثافه عاليه، ما تقدرش تحدد بالظبط الطعم ده رايح على ايه، لكن في الاول وفي الاخر هو حاجه جامده قوي قوي. بس برضو في لمحات من العنب. لا ده جامد. عنب ايه؟ لا اهي. لا لا لا، مختلف خالص، مختلف عن اي رامبوتان جبته. كانك عامل جيلي بالعنب، بس طعمه بقى طبيعي، ما فيهوش بقى اي لعب ولا اي حاجه. انا برضو اديله 10، ما فيش حاجه اقل من كده. 10 على 10. كام؟ 10. كام؟ 10 طبعا. ملوش حل. الدراجون الاصفر، عارف انت ابو حلاوه حلو بتاع التين، نعمل زيه بالظبط اهو. بص بقى كده، ركز معايا. بسم الله. عايز اقول لك على معلومه مهمه جدا، ان الدراجون فروت نبته صبار، حاجه كده عامله زي التين الشوكي. حتى بص من هنا كده القعر بتاعها عامل ازاي، كانك بالظبط كده مقشر واحده تين شوكي. هعمل لك بقى هاك اتعلمتها من الناس الاندونيسيين. مش محتاجين الهاك دي، لا مش محتاجين الهاك دي خالص خالص. والله ما بهزر يا جدعان، النهارده في انبهارات ومفاجآت. انا والله يا بنتي كاني اول مره اكل الفاكهه دي، دوقها الاول بس. بص شكل البتاع من جوه عامل ازاي. في العادي الدراجون فروت بيبقى طعمها شبه كده ملهاش طعم، يعني حاجه كده ملهاش هويه، وعشان كده بنعمل هاك ان احنا بنحط كام نقطه ليمون على الدراجون فروت عشان خاطر تطلع يعني الاسيديتي اللي بتطلع من الليمون، تخلي الدراجون فروت طعمه يحلو. المره دي احنا بنتكلم اصلا من غير اي حاجه خالص، هي طعمها مسكر قوي قوي. الحلاوه دي جامد. حلو قوي. الملمس قريب شويه من الكيوي برضو على الاناناس، حته الالياف اللي موجوده في الاناناس والبذر اللي موجود في الكيوي، الاتنين مع بعض موجودين هنا، لكن مفيش طعم اناناس خالص. انا اديها 10 على 10. بالنسبه لي عشان اول مره ادوق دراجون كده بصراحه، يعني انا ما كنتش ماليش فيها قوي. 15. حلوه. الدراجون النوع الثاني، وانت قلت اللونجان، اسمع كلام مراتي. اللونجان
مراتي. هي انت هتنفعيني لما تنكد عليا؟ مراتي. يا الله، ربنا يسترها معانا. المهم بص يا ابني شكل اللونجان عامل ازاي. بص يا سيدي، ادي شكل اللونجان من جوه. تقول عليه لونجان ماشي، تقول عليه عيون التنين ماشي، كله شغال. بسم الله. ايه ده؟ تحسي كرانشي. تحسي كرانشي. لذيذة. اول مره يبقى فيها القرقشه دي، صح؟ طعم اللونجان برضو احنا كنا جربناه قبل كده في كذا فيديو، بس هنا برضو مختلف ان التكستشر بتاعه مختلف. هنا فيه شويه قرقشه، كثافه اللحم الموجوده فيه راميه اكتر على الرامبوتان. طعمه ملوش علاقه برضو بالعنب، ان كنت انا بشبهه بالعنب ساعات، فده لان هو اقرب ملمس ليه، انما هنا الطعم مختلف خالص. الياف والياف كتير وكثيفه، والطعم بتاعها فيه نسبه سكر عاليه قوي، شويه فيها من طعم جوز الهند، يعني تحس ان في طعم جوز هند داخل جوه الفاكهه نفسها. حلوه قوي قوي قوي. يلا بسم الله. نقوم عاملين كده اهو الدراجونايه. الحمد لله انا اول واحد في مصر والوطن العربي يقول للناس ايه هو دراجون فروت، ودي حاجه انا بفتخر بيها، ودي حاجه بتخليني دايما اكون مبسوط ان سبت اثر ولو قد كده جوه دماغكم. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ايه رايك في الدراجون فروت؟ بص هي برضو نفس فكره التين الشوكي، هي كلهم واحد، سهله ورخيصه وبتقلع في ثواني. بسم الله. مش حاساها. حاسه طعمها حلو. مش حاساها. طعمها حلو. طب ثواني، هي ما خرجتش بره المألوف قوي بس مسكره اكتر. طيب تعالي نجرب بالهاك. ادي الليمونه، ادي نقطه، الثانيه، الثالثه. بسم الله. لافلي. سمر. مش بحبه بالليمون. طب تعالي بس، طب تعالي بس أنا عايز دي، خالد. طب تعالي بس، دي ضربت، مفيش طعم ليمون. ربنا يهديك. والله ما بتريق، بس يا شيخه تقولي بما يرضي الله كده حلو قوي. بجد والله. بجد بجد طبعا. الليمون مفيش طعم ليمون، بس فجأة انت حولت الفاكهة من فاكهة سكرها هادي لفاكهة سكرها ضرب في السما. كده احنا جربنا كل الفواكه اللي كانت جايه في البوكس. انا كنت مبسوط جدا وانا بجربها، وكنت الحماس قاتلني. يا رب انت كمان كنت مبسوط وانت بتتفرج على الفيديو. لو جربت نوع من انواع الفواكه دي اكتب لي في الكومنتات وقول لي ايه اكتر نوع بتحبه، ولو ما جربتش اي نوع فيهم قول لي لو جات لك الفرصه ايه اكتر نوع رايي فيه خلاك تحس ان انت عايز تجربه وحسيت ان انت نفسك جدا تدوقه، يمكن اقول لك تعالى وادوقه لك. وفي الاخر كل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم جميعا، ويا رب ايامكم كلها اعياد. وفي الاخر تريماكاسي تمانوكولي. وبما ان كده كده مكانك فمش هقول لك ما تجيبهاش، انا جبتها مكانك، لا الهديه دي جات لي مكانك.